اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيع رسول الله محمد. صينية جديدة بقى، والصينية بتاعت النهاردة كده كيوتة وقمر زي صاحبتها بالظبط. صاحبة الصينية ديت عروسة، انا اللي كنت عامله لها حاجتها كلها ما شاء الله. لقيتها بترن عليا وبتقول لي حقيقي يا مدام امل جوزي عازم اصحابه بكره على الغدا ومش عارفه اعمل لهم ايه. اديتها شويه افكار كده ومن خلالهم هي اختارت محتوى الصينيه بتاعها النهارده. كانت طالبه فرخه محمره اللهم بارك كده، متحمرة بالقشطة كده، متغلفة بالقشطة كلها، ودخلت تحت الشواية أخدت اللون الجولد القمر ده. وكمان الحمام بتاعنا عملته معاكم كتير على القناة قبل كده، وعشان تاخدي اللون الجولد القمر ده برضه بتغلفيه كده بالقشطة وتحمريه في سمنة على زيت، يديكي أحلى حمام ممكن تاكليه. وطلبت كمان مع الصينية بتاعتها ممبار اللهم بارك بالشكل ده كده. طبعا انا بديك افكار وانت من خلالها بتقدري تختاري محتوى الصينيه بتاعك، يعني انا ما بقولش لحد خد كذا، لا انت بتختاري محتوى الصينيه اللي انت بتحبيه. المحشي عندنا اللهم بارك الخلطة بالشكل ده كده، والرز مفلفل ومستوي حاجة كده بجد تفتح النفس. كانت طالبة برضو معانا محشي بتنجان اللهم بارك بالشكل ده كده. بألف هنا كده رب على كل اللي أكل. فالصينية بتاعتنا كانت عبارة عن فرخة محمرة، 7 فرد حمام وممبار، وبقت معانا بالشكل ده كده. الجرنشة هنا بقى حاجة ترجع لك، وأنا اللي ملاحظ معايا إن معظم جرنشة الصواني بتاعتي بحب أحط لها خضار. الأقرب يعني إن هو ممكن يتاكل مع الأكل ما يترميش. خيار بقى، جزر، شطة، أي خضار متاح عندك جرنشي بيه. الجرنشة دي أذواق زي ما الأكل بالظبط أذواق. عندك عزومة حلوة، عندك مناسبة محتاجة تفريزات، نواعم، معجنات، كل ده بفضل الله موجودة عندنا في مطبخنا. مطبخ فكر أن تتعلم مع أمل الجندي بيقدم لك كل اللي نفسك فيه. والعنوان بتاعنا زي ما اتفقنا سهل ما يتوهش، متغمر كفر سرنجة، شارع الشيخ مندوح أمام عمارة الحاج هاشم البنداري. متاح عندنا توصيل لأي مكان. اللهم بارك بألف هنا. الصينية بقت معانا بالشكل ده كده. صينية حلوة ما شاء الله تكفي كم شخص، محتواها حلو وكمان سعرها حلو.